الله الوطن الملك. اكيد حماس كبير على مستوى المدرجات مع النشيد الوطني، وكذلك تحيه كبيره من خلال تيفو الذي كتب فيها المغرب والمنتخب المغربي هو الرائد على المستوى الافريقي. المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين ليس فقط المغاربه ولكن العرب والافارقه بوصول والعبور للدور النهائي. المنتخب المغربي كان من الاربعه الكبار، هذا يدعو للاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنيه قل نظيرها. بسرعه سنقدم تشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعه التاليه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين نصير بزراوي، النايف اكرد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين أولاحي، تواجد سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف نصيري. على مستوى الهجوم هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمدي المهدي بن عبيد كحارس الجواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد الصابري، انس الزروري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب عمراوي، عمران لوزه، عبد الكبير عبقر ويحيى عطيطله. هذه هي التشكيله الاحتياطيه ديال المنتخب الوطني المغربي. امامنا طاقم تحكيم سفيان امرابط. سفيان امرابط لاعب فريق، ولو ان وليد القلاقي اختار بان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. أولاحي يحاول يمرر التمريره. اشرف حكيمي، هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو. سعد في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي، انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى وسط لاعب ايمرسون، حكم كبر خطا. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش، تدخل الريان القطري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا. حكم المساعد رفع الرايه وبالتالي كان خطا. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه مشات الكره من الجهه. فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل. استرجع الكره بشكل ممتاز حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تولينتينو وفينيسيوس. كره خطيره دخول داخل المنطقه الجزاء عند لوكاس تولينتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله تجاه لاعب اليكس نيكولاو، كره بعيده خارج ارض. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي نصير بزراوي، ولكن واوروبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه. منتخب البرازيل تدخل واسترجاع هذا المباراه. تبعد المحاوله بواسطه فينيسيوس جونيور، يوسف نصيري، فرصه مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير بزراوي، هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة. برشلونة في الوقت تبادل المحاولة ديال المنتخب البرازيلي جانبا كرة طويلة، لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو كنقول بأنه بقميص المنتخب الوطني المغربي. أشرف حكيمي استرجع الكرة بشكل مبين، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيل في الوقت اللي هناك الوطني المغربي، وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان نتابع خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس والبحث عن الضربات الراسيه، لعبت كره دائريه، فرصه، خروج الحارس، فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية. كرة طويلة في اتجاه لاعب فينيسيوس، خروج ياسين بونو، خطأ. تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزة الآن من طرف لاعب والمدافع العالمي. تمريرة، فرصة حكيم زياش، فرصة الهدف. حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك، لعبات بطريقة ممتازة. لاحظوا ردة فعل ديال وليد القلاقي، قد جزاء، تسديدة، تدخل الدفاع. حكيم قائم جولة أولى مثالية، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين يسرى، فينيسيوس جونيور، وأشرف حكيمي.
فينيسيوس جونيور كانت خطيره، هذا تسديده مشات فوق المرمى للفرحه اللي يقولوا بكل المغاربه لعبت الكره. عز الدين أوناحي يمكن يرفع الكره بالفعل، ترفعت عز الدين أوناحي. شنو يعمل عز الدين أوناحي؟ تمريره فرصه، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع ممتازه. يعني القراءه ديال محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط الحكم كيعلن خطا لفائده المنتخب. تدخل المنتخبين الى ارضيه الملعب في الوقت كنتابعوا هذه الاجواء الجميله هنا بطنجه. والوطني المغربي مره اخرى اشرف حكيمي حاول تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بوفال عند نصر المزراوي وحاول يمرر واشرف حكيمي يحاول يمرر في لاعبي يوسف النصيري كبار. لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو سيلفا. لعبت كره دائريه راسيه. اشرف حكيمي فرصه في المنتخب المغربي، انطلاقه على مستوى الوسط. سفيان امرابط لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين، هناك خطا واضح ولفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل المنطقه البرازيلي. فرصه عز الدين أوناحي وتدخل حارس ويفرتون اللي بعد الكره. عز الدين أوناحي تسديد فينيسيوس جونيور، تدخل سفيان امرابط. دفاع دائما فرصه، تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه خلال هذه النسخه العالميه. جونيور داخل منطقه جزاء كانت خطيره هذه المحاوله. لعبات الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس بالفعل. فرصه تصل كذلك رودريغو، فرصه داخل منطقه جزاء، تدخل منطقه جزاء. لعبات الكره الراسيه خطيره لابد من محاولات. تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في منطقه الجزاء. رفعت الكره في القائم الثاني، تدخل امام يوسف النصيري خطيره وهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي، هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البسيط بالنسبه للعناصر الوطنيه. لعبت كره دائريه، فرصه تدخل. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل فعل الكره خرجت. هذه يعطي طرف على الكره، فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري.